ازيكم؟ يلا بينا نعمل من الفراخ تتبيله حلوه قوي. انا متاكده انها هتكون من احلى التتبيلات اللي هتجربوها وتعتمدوها في وصفاتكم. واول حاجه هجهزها في وصفتي هي التوميه. باجي بربع كوبايه نشا، هنزل عليها بكوبايه ميه، تمام، وهدوبهم على البارد وهرفعهم على نار هاديه خالص مع التقليب المستمر لحد ما تتقل وتاخد شكل القوام ده. تمام. ايدي فيها ما بسيبهاش عشان ما تكلكعش. اول ما ناخد القوام السميك ده هطفي عليها واستنى لما تبرد خالص، وهاجي في الخلاط او في الكبه زي ما انتوا حابين وهنزل بيها كلها، وهنزل عليها بمعلقه صغيره ثوم مفروم، معلقه صغيره ملح، وهننزل هنا بمعلقتين كبار مايونيز، وهنزل عليهم بربع فنجان زيت ذرة او زيت زيتون، وربع فنجان خل، ونص كوبايه حليب بارد او بحراره الغرفه عادي، المهم ما يكونش سخن. وهضرب كل المكونات بتاعتي دي واتاكد ان هي بقت ناعمه خالص. تمام. اتاكد ان الثوم اتفرم قوي، عشان كده لو انتوا عايزين تعملوها في كبه تكون بتطحن كويس. تمام. المهم عندي تكون المكونات كلها تطحن بطريقه ناعمه جدا. ويلا بينا نجهز التتبيله بتاعه الفراخ. هاجي هنا بكوبايه زبادي صغيره، هنزل بيها وهنزل بحوالي معلقه كبيره دبس رمان. تمام. هننزل هنا بشويه توابل هتلاقوها تحت الفيديو، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس لحد ما تتجانس مع بعض. وهنزل عليهم بمعلقه ثوم مفروم وشويه ملح، طبعا كل حاجه هتلاقوها تحت الفيديو. تمام. هبتدي اقلب كل المكونات مع بعض، وهبتدي انزل بقطع الفراخ بتاعتي. ممكن صدور تقطعوها قطع صغيره، او ممكن وراك وتخلوها وتقطعوها قطع صغيره زي ما انتوا حابين. تمام. اهم حاجه تكون مكعبات صغيره كده، وهبتدي اقلبها كويس في التتبيله. وانا هنا وخطوه اختياري حمرت بطاطس في الاير فراير، قطعتها مكعبات وحمرتها. هاجي بقى هنا في طاسه هنسوي فيها بعد ما اتبل الفراخ بتاعتي دي نص ساعه او ساعه بالاقل. وطبعا ممكن تعملوها من بدري وتسيبوها تتبل براحتها، بس اقل حاجه نص ساعه او ساعه. باجي هنا في الطاسه بحط فيها معلقه سمنه تسخن جدا، بعد كده هنزل بقطع الفراخ بتاعتي، تقليب مستمر على نار متوسطه لمده 5 دقايق لحد ما الاقي الميه اللي في الفراخ او التتبيله كلها اتشربت، وابتديت الاقي ان انا بلاقي السمنه بس. تمام. ابتدي اهدي النار وهنزل هنا ببصلايه كبيره انا قطعتها جوليان، وهبتدي اقلبها واسيبها بالظبط 5 دقايق كمان. تمام. على نار هاديه هغطيها، وفي اخر دقيقتين من ال5 دقايق طبعا اختياري بنزل هنا بفلفل احمر واصفر لو انتوا حابين. تمام. مش حابين هيبقى 5 دقايق بالظبط، ونزلت بالبصل وقلبت وهديت النار، و5 دقايق كمان وهطفي النار خالص. طبعا هتدوقوها قبل ما تطفوا، لو عايزه ملح او عايزه اي اضافات حابين تضيفوها ضيفوا زي ما انتوا حابين. وانا هنا جهزت معايا عيش لبناني وابتديت افرده بالتوميه بتاعتي. تمام. بصوا قوام التوميه كان جميل ازاي، قوام وطعم هتاخدوها زي الجاهزه بالظبط. طبعا الاضافات الداخليه دي اضافات اختياريه، انا حبيت احط خس ونزلت بالفراخ بتاعتي. تمام. حاولوا ما تزودوش الحشو قوي عشان الساندوتش بتاعكم ما يفتحش معايا. وهبتدي الف الساندوتش بتاعي بالشكل ده. تمام. كده هيكون جاهز معايا ده ساندوتش. وهبتدي اعمل معاكم ساندوتش تاني، حطيت معاه البطاطس بعد ما حمرتها في الاير فراير، او هتحمريها في الزيت عادي زي ما انت عايزه. تمام. تبلتها بملح وفلفل اسود فقط. طبعا توابل برضو بطاطس زي ما انتوا حابين الطعم اللي انتوا عايزينه، وهتاكلوا احلى ساندوتشات. انا متاكده ان شاء الله بالطريقه دي ان انتوا هتعملوا ساندوتشات جميله جدا ومميزه في التتبيله بتاعتها والطعم، وكمان مش هناخد وقت كتير. يلا جربوها وقولي رايكم.